اهلا بكم في حلقه جديده من وعد زملكاوي. هنتكلم عن اخبار الزمالك والاهلي والمنتخب، اخبار الرياضه المصريه. اول هنبدا بالزمالك. عندنا هنقول اخبار بسرعه وبعد كده هنشرحها. زياد كمال يقترب من العوده، مهاجم سنغالي كونغولي على رادار الزمالك. الزمالك يطلب تقليص الاجانب. الزناري ومكان جديد مع جوميز. محيي جمعه باك شمال. عواد والدعم. عبد القادر وصفقة تبادلية. ياسر إبراهيم وإصابة. استياء الأهلي من المدافع. تأجيل ماتش بيراميدز إلى متى؟ حسام وأول لقاء له مع المنتخب المصري. هنبدأ الأول بزياد كمال، اللاعب اللي جاي من إنبي. ده أكتر لاعب في ناحية الارتكاز، متميز ولاعب شاب وعندي قدرات عالية جدا. هيتمثل الشفاء واحتمال يشارك في ماتش الداخلية، وممكن يكون احتياطي يبدأ الشوط الثاني، فده خبر كويس. الزمالك بيفاوض مهاجم سنغالي 21 سنة ومهاجم كونغولي 20 سنة. مفاوضات شغالة، احتمال هما الاثنين أو واحد منهم حسب لجنة سكاوتنج ما تقرر لجنة فنية ينضم للزمالك في فصل الصيف. اللعيبة الأفارقة احنا محتاجين بصراحة حد أفريقي، محتاجين رأس حربة حتى لو تحت السن، ياخد خبرات، يلعب واحد ممكن ينجح ويتألق، ولو ما تألقش يبقى إعارة ويرجع تاني، وممكن الزمالك يستثمر فيه ويعمل مبالغ كويسة وممكن يفيد الفريق الأول. يعني دي فكرة كويسة بصراحة. عفوا. الزمالك تقدم بطلب لاتحاد الكورة، بيطلب تقليص عدد الأجانب المحترفين. فاتحاد الكورة هيعمل اجتماع على شكل موسع، واحتمال كبير ان اتحاد الكورة يدعو الأندية، ان الزمالك بيقول ان مستوى المنتخب ومفيش راس حربة مميز في مصر، وده كله بسبب المحترفين اللي عددهم زايد في الفرق، وده كمان نظرا للعملة الصعبة وأزمة الدولار اللي في مصر، كله ده على بعضه. فهيتم اجتماع واتحاد الكورة هيقرر الكلام ده. لو نفذ القرار ده هيكون ابتداء من الموسم القادم، هنشوف يعني. مصطفى الزناري قبل ما يجي الزمالك لو تفتكروا كان بيلعب قبل كده في الفريق بتاعه، وكان متألق وكان عامل أرقام ممتازة وكان بيقدم مستوى عالي. جاء الزمالك ما كانش فيه توفيق، الفريق نفسه مستواه هابط، ما نعرفش، ما تحملش الضغوط، الدنيا مش ماشية معاه. هو وعمرو سيسي كان أرقامهم ممتازة. في ماتشات بيتألق فيها عامة. هو جوزيه جوميز مقتنع بيه وشايف ان هو لاعب يجي منه، وحتى اللجنة الفنية كذا مرة يكون يعني في أندية عايزاه يرفض، يقول لا، اللعيب ده في إمكانيات كويسة وممكن هيرجع لمستواه. بيفكر جوزيه جوميز طبعا بالنسبة لأزمة الباك الشمال الموجودة في الزمالك، الأزمة الرهيبة اللي كل لاعب بيجي يتصاب في المكان ده، بيفكر يلاعب مصطفى الزناري ناحية الشمال. وحاليا في عمر جابر. اسف، عفوا. في ناس بتقترح، وفي كابتن طارق السيد، وفي ناس لعيبه الزمالك سابقين ومدير فني انتمائهم زملكاوي، وناس شغاله في قطاع الناشئين، وفي اكثر من واحد شغال في قطاع الناشئين بيشيد بمحي الجمعه. لو حد شاف لعبه، لعيب حريف، له فيديوهات على اليوتيوب، لعيب مهاري وحريف، بيغطي صح، بيخترق، بيطلع بالكورة بثقة، بيعدي واحد واثنين وبيرفع، متألق، مستواه هايل. مسمينه يعني في الأداء والحماس بتاعه وكده، مسمينه زي أحمد رمزي يعني. لو تفتكر أحمد رمزي طبعا نجم كبير. الجمهور طبعا، عواد واخد ثقة الجمهور أكتر من محمد صبحي، فالجمهور والنقاد الصحفيين النقاد الزملكاوية كله بيأيد عواد، وبيقولوا ان عواد المفروض اللي هو يكون حارس مرمى على حساب محمد صبحي، لان محمد صبحي مش مقدم حاجه ومستواه مهزوز، وهو ما شفنالوش اي اماره يعني ان هو يقدم مستوى كويس يعني. فهو جاء المدرب لما لقي صبحي في المنتخب خده، لعبه هو. هو ناس بتقول عشان بيلعب برجليه، اما عواد بيلعب بقدميه. عواد مستواه هايل وياما انقذنا ومتالق ومصدر ثقه في حراسه المرمى. فان شاء الله عواد بدعم الجمهور وكمان جوزيه جوميز هيديله فرصة غالبا الماتش اللي جاي إن شاء الله، يعني نتوقع كده بإذن الله. بعد موضوع عواد هندخل على الأهلي، هنتكلم على ماتش النهاردة. هنقول حاجة يعني إحنا هنا بنحكي مع بعض وبنقول بكل صراحة، بنقول رأيي ورأي الحر، وليه أنا ممكن أنا زي ما بنتقد لعيبة في الزمالك هنتقد
وممكن انتقد الزمالك وانتقد الاهلي عادي بكل ادب وبكل لغه حوار محترمه يعني. النهارده كان في ضربة جزاء لصالح الفريق الغاني واضحة جدا جدا، الحكم تغاضى عنها، وهدف الأهلي نسبة 80% هو تسلل واضح. يعني أنا نفسي أنا هقول حاجة، يعني كل الناس الزملكاوية والأهلاوية هيلاحظوها إن الأهلي عمره ما بيتظلم، لا في مصر ولا في أفريقيا. خلي بالك كده، في أفريقيا كل موسم بتبقى ليه ضربة جزاء جدلية، وبيكون في حكام اللي انت عارفينهم بالاسم اللي هم مشاكل اتوقفوا قبل كده، وضربات جزاء جدلية. لو تفتكروا الموسم اللي فات والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله دايما في ضربة جزاء او طرد للخصم، طرد الحارس مرمى قدام الاهلي، طرد الخصم. لكن لما بشوفش انا الاهلي بتحصل معاه مواقف صعبة، بيبقى في لعيبة تستحق انذارين وطرد، ما بيحصلش. كم مرة مروان عطية دايما بيلعب بيدوس على قدم اللاعب، بيلعب بالطريقة دي، ممكن مع الحماس هو ما يقصدش طبعا، لكن يعني لما لعب بره في ماتشات بره خد انذارات، وكان ممكن في كاس العالم للانديه كان ممكن يطرد. تمام. لكن هو في الحته واصاب عبد الله السعيد قبل كده، داس على رجليه وخدوه على طلع على النجاله عبد الله السعيد. ففي نفسي اشوف حكم مش ظلم الاهلي، انسى، مش هتحصل لا في مصر ولا في افريقيا، انا ملاحظها يعني من سنين طويله خالص. نفسي اشوف حكم مثلا حسب قرار صعب، طرد حارس مرمى. يعني مره الشناوي دخل لاعب غزل المحله، مش الموسم اللي فات اللي قبله، وكان فيها طرد، يعني الحكم ما حسبش ولا حاجه. يعني حاجه غريبه، كان في اخر الماتش، ماتش غزل المحله. ومره ثانيه برضه الشناوي دخل على لاعب عمل له فاول كده، واللاعب نزل وجابوا له الدكتور، واتحسب فاول ساعتها، والشناوي ما خدش ولا انذار وهي فيها طرد. لكن احنا عواد بيطرد وعادي جدا، يعني عواد اتطرد السنه اللي فاتت وطرد قبل كده، وفي لعيبه عندنا بتطرد، الاهلي ما فيش حد عنده بيطرد. اذا كان ماتش السوبر، الاهلي كان حصل اعتداءات من لعيبه الاهلي على لعيبه بيراميدز في ماتش السوبر، والحكم قاعد بيتفرج، حتى انذار كارت اصفر ما فيش، ما فيش عقوبات، ما حدش اللوائح مش بتطبق. يعني انتوا لاحظوا الكلام ده اللي انا بقوله ده، انتوا شفتوه بعينيكم، مش بألف ولا بتبلى على حد. لكن الاهلي ما حدش بيقدر يوقف قصاده، المنظومه اعلاميه قويه. الحكم محمود عاشور كان مره ماتش فار وحسب كرة اوف سايد، الهدف اللي جاب الاهلي اوف سايد، وجو النقاد الاهلاويه والقناه الاهلي والنقاد اللي بينتموا للاهلي كلهم قالوا اوف سايد وكل حاجه. طلبوا استبعاد الحكم، ما شفناهوش تاني. محمود عاشور الحكم ده لو تفتكروا زمان كان حسام البدري اتعامل معاه بص له من فوق لتحت، راح طرده لو تفتكروا. ده طبعا كابتن محمود عاشور ما شافوش. الاهلي ليه نفوذ، ويعني اللي بس هو ما ظلمهوش، بس هو ايه يعني حسب ان الهدف تتسلل، هو تسلل كان ممكن يعني يعديها، لا ازاي انت تتوقف بقى. ده اللي حاصل مع الاهلي. وفي افريقيا ما بشوفش انا الحكم بيظلمه او بيحصل ظلم ويأثر عليه، او قرار مثلا صعب او ضربة جزاء مشكوك فيها وتخرجه من البطولة مثلا، او تخليه يخسر نقط. ما بيحصلش الكلام ده، وانتوا بتتابعوا وشوفوا الكلام ده هتلاقوه مظبوط يعني. بالنسبة للأهلي، أخبار أهلي محمود صابر في صفقة تبادلية بين الأهلي وأحمد عبد القادر، بس أحمد عبد القادر رفض ينتقل، يعني عايز يبقى يمشي حر، فلسه في مفاوضات وغالبا ممكن تتم يعني. ياسر إبراهيم اتصاب النهاردة، كان عامل ماتش حلو وكان عامل أداء كويس، وكان بيغطي على أخطاء محمد عبد المنعم، النقاد مستاء منه واللعيبة الأهلاوية السابقين مستائين منه، والإعلام الأهلاوي بيلمح إن هو مستهتر أو متعالي على الكورة. فياسر ابراهيم اتصاب النهارده، لو هو شد هيبقى لمده اسبوع او 10 ايام، لو مزق في العضله هتبقى لمده 3 اسابيع. بالنسبه لتاجيل بيراميدز، يعني احنا بنلاحظ ليه ماتش بيراميدز بيتاجل لاجل غير مسمى مع الاهلي دايما. يعني السنه اللي فاتت اتاجل كذا مره، اتاجل لدرجه انه تتلعب في اواخر الدوري. السنه دي اتاجل اهو، لعب مكانه الداخليه، كان المفروض يتعمل اهو جدول جديد، خلوه في الاخر بعد جوله 30. تخيل الاهلي وبيراميدز هيلعب بعد جوله 30 الدور الاول، وهيكون ما لعبش الدور الثاني. يعني بعد جوله 30 هيلعب الدور الاول، وبعد كده ايه يجمعوا له بقى ميعاد لما الاهلي يخلص البطوله ويرتاح خالص. عشان الاهلي احنا عارفين طبعا اللي بيخليه ياخد البطولات ان هو ايه، اتحاد الكوره بيريحه خالص، ما بيلعبش كوره، بيقعد بالاسبوعين ثلاثه وبالشهر، مفيش اصابات. الفرق التانيه بتلعب الدوري متواصل في اصابات، دي طبعا ميزه للاهلي بيستفيد بيها في افريقيا.
آه،